السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جريد 2؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة مها، وان شاء الله مكملين مع بعض في شرح منهج ديسكفر جريد 2 2025 2026. يلا بينا نتوكل على الله ونشوف النهارده هنحل ايه او هنعمل ايه. طيب زي ما انتم شايفين احنا طبعا خلصنا شابتر 1 كله وشرحناه بما فيه الكفاية. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل كويز يعني اختبار كده بسيط على الشابتر، نشوف احنا بنعرف فاهمين كويس وهنعرف نحل الاسئله بتاعتنا ولا لا. طيب تعالى نشوف الكويستشن بتاعتنا، الاسئله بتاعتنا عباره عن ايه. طيب نمبر 1 put true or false. السؤال الاولاني عايز نحط true or false يعني نحط صح او غلط. طيب نمبر 1 بيقول ايه؟ I have some responsibilities in my family. I have some responsibilities in my family. يعني ايه كلمة responsibilities؟ يعني مسؤولية. هل انت عليك مسؤولية في الفاميلي في عيلتك؟ طبعا انا عندي responsibility، المفروض ان انا بذاكر تمام كده وبساعد مامتي، يبقى دي اسمها responsibilities. يبقى انا فعلا عندي responsibilities، عندي مسؤوليات، حاجات مسؤولة مني لازم أنا اعملها، يبقى فعلا هتبقى true. يبقى I have some responsibilities in my family، صح انا ليا responsibilities، عندي مسؤوليات بعملها. طيب نمبر 2 ignoring my classmate is an example of cooperation at school. كلمة ignoring يعني تجاهل my classmate زميلي is an example ده مثال للcooperation at school للتعاون في المدرسة. هل لما انت تتجاهل زميلك وما تردش عليه مثلا تمام ده يعتبر cooperation يعني تعاون؟ لا طبعا، التجاهل ما يعتبرش cooperation تعاون، يبقى طبعا هتبقى false. يبقى كلمة ignoring يعني تجاهل، classmate يعني زميلي لما تجاهله ده يعتبر cooperation يعني تعاون؟ لا طبعا. طيب نمبر 3 apologizing is from strategies for peace. apologizing يعني apologize يعني بمعنى اصح الاعتذار يعتبر strategies for peace يعني طرق او طريقه من طرق السلام. طبعا احنا قلنا الاستراتيجيز فور بيس طرق السلام حاجات كتير، ممكن apologize اعتذر، ممكن ask for help اطلب طبعا المساعده، ممكن اقول للشخص ستوب توقف، احنا خدنا الكلام ده قبل كده. يبقى فعلا الابولوجاي يعني الاعتذار يعتبر الاستراتيجيز فور بيس صح. طيب نمبر 4 طيب good citizen shouldn't be respectful. good citizen should be not respectful. هنا نمبر 4 بيقول لي ايه؟ good citizen shouldn't be respectful. ازاي؟ هل ينفع انا ما اكونش respectful يعني ما احترمش السيتيزن بتاعتي والقواعد والحاجات بتاعتنا؟ لا طبعا لازم نعمل لها respect، هتبقى طبعا false. يبقى الجود citizen shouldn't be respectful غلط طبعا، should be respectful المفروض يكون محترم. يعني من الحاجات اللي الشخص بيتمتع بيها في المجتمع بتاعه نبقى respectful يبقى محترم تمام كده. طيب question number 2 choose from column D what suit it in column A. يعني نختار من A تمام كده ل B تمام كده، يعني 1 او 2 او 3 هنختار لها يا A يا B يا C. طيب number 1 we should classify our activity into priorities and not priorities too. هنا بقول لي we should classify المفروض نقسم الاكتيفيتيز الانشطه بتاعتنا into priorities يعني حاجات مهمه بالنسبه لي ولازم اعملها اولويه، and not priorities وحاجات مش مهمه قوي وممكن ما اعملهاش. ليه بقى انا ممكن اعمل كلاسيفيكيشن للاكتيفيتي بتاعتي؟ ليه بقسم الحاجات بتاعتي لاولويات وحاجات مش مهمه قوي بالنسبه لي؟ طيب هل نمبر ايه a way to be respectful عشان ابقى محترم، ولا manage our time يعني نستغل وقتنا ونعمل نظبط وقتنا؟ طبعا انا بعمل كلاسيفاي بقسم الحاجات، بقول ايه المهم والمش مهم بالنسبه لي to manage our time عشان نتحكم في وقتنا ونظبط وقتنا. يبقى نمبر 1 هتبقى بي manage time. طيب نمبر 2 رامي has troubles in his homework. رامي has troubles in his homework يعني رامي عنده بروبلم مشاكل او troubles عقبات بمعنى اصح في الهوم وورك، يعني مش عارف يحل الهوم وورك بتاعه. المفروض ايه بقى؟ نمبر ايه a way to be respectful ان انت تبقى محترم؟ لا طبعا manage our time يعني نظبط وقتنا، احنا اخدناها قبل كده. ولا ممكن ايه بقى يعمل ايه رامي؟ he can ask for help from his mother. he can ask هيلب هيطلب المساعده من المذر من امه، يبقى فعلا رامي طالما عنده مشكله في الهوم وورك اسك فور هيلب هيطلب مساعده من الفازر من المذر، اي حد موجود في عيلته ممكن يساعده. يبقى طبعا نمبر 2 هتبقى سي. طيب نمبر 3 using polite word is. using polite words يعني كلمات مؤدبة. لما بنستخدم polite words كلمات مؤدبة دي يعتبر ايه؟ way to be respectful. احدى طرق الاحترام ان انا ابقى محترم respectful، انا ابقى شخص محترم لو استخدمت البولايت ووردز الكلمات المؤدبة. يبقى نمبر 3 هتبقى ايه؟ نمبر 3 هتبقى ايه؟
طيب question number 3 بيقول ايه؟ complete the following sentence using the words below. هنأكمل الجمل بتاعتنا. يعني انا عندي two word، كلمتين، واحده اسمها sharing والتانيه اسمها honest. sharing يعني بنشارك بعض، honest يعني امين. انا عايزه كل واحده احطها في سبيس معين، يعني احطها في مكانها. طيب number 1 to be space you should tell the truth all the time. to be عشان تبقى ايه؟ you should tell the truth all the time. لازم أن تقول التراث الحقيقة على طول عشان ابقى ايه؟ honest عشان ابقى امين. لازم tell truth يعني اقول الحقيقة all the time. to be honest عشان تبقى امين. tell truth all the time، قول الحقيقة على طول عشان تبقى honest. honest يعني امين. امين يعني بقول التراث الحقيقة بتاعتي all the time. طيب number 2 at school we can cooperate، ممكن نعاون بعض with our classmate مع زمايلنا by space material together politely. طيب هنا بقول لي at school في المدرسة we can cooperate يعني نتعاون مع بعض، صح؟ طيب احنا ازاي هنعمل كوبريشن نتعاون مع بعض؟ باي شيرنج يعني نشارك الماتيريالز الادوات بتاعتنا مع بعضنا. يعني انا برسم مثلا ومحتاجه الوان، ممكن استعيرها من زميلي او زميلي مثلا اديها له، يبقى شيرنج ايتش اذر. يعني احنا بنعمل كوبريشن بنتعاون. شيرنج يعني بنشارك بعض. طيب question number 4 choose the correct answer، هنختار الاجابه الصحيحه. طيب number 1 space means the problem we face between us and the other person. طيب هنا بقول لي في حاجة اسمها problem we face، مشكلة بتواجهني ما بيني between us and another person وشخص تاني. مين الحاجة دي؟ هل هي الكونفليكت اللي هو سوء التفاهم، ولا responsibility المسؤولية، ولا السوليوشن الحل؟ طالما في بروبلم ما بيني وما بين شخص تاني يبقى في conflict يعني سوء تفاهم. يبقى الكونفليكت عبارة عن problem between us and another person، ما بيننا وما بين شخص تاني في مشكلة، يبقى conflict سوء تفاهم. طيب number 2 priority is an activity that I can do. طيب هنا بقول ان البريوريتي يعني الاولويه، يعني الحاجات المهمه بالنسبه لي وضروري ان انا اعملها. دي تعتبر ايه؟ want to do ولا must do ولا don't have time to؟ انا قلت كلمه بريوريتي يبقى حاجه must لازم، كلمه must يعني لازم اعملها. must do مش ما عنديش يعني احتماليه تانية، لازم انا اعمل الحاجه دي. يعني عندي هوم ورك يبقى لازم اعمله. تمام، ماما قالت لي حاجه يبقى لازم انفذها، يبقى must do. يبقى البريوريتي we must do، المفروض ان انا لازم اعمل الحاجه دي. طيب question number 5 help Rana to manage her time by choosing the activity she can do. تعالى نهلب لرانا يعني نساعد رانا to manage يعني تتحكم في التايم في وقتها عن طريق اختيار بعض الحاجات. طيب هنا رنا عندها I have 20 minutes so I can. رنا معهاش الا 20 minutes يعني قدامها 20 دقيقة. هتعمل ايه في ال 20 minutes في ال 20 دقيقة؟ ازاي تتحكم في وقتها؟ طيب نمبر ايه؟ spend 25 minutes playing with toys. يعني spend هتقضي 25 يعني 25 دقيقة playing with toys، ده هي معهاش الا 20، يبقى ازاي هتستخدم بقى 25؟ يبقى ما ينفعش. طيب نمبر بي spend 20 minutes studying، يعني تقضي 20 minutes ال 20 دقيقة studying يعني بتذاكر. طب نشوف اللي بعدها spend 30 minutes watching TV، يعني تقعد 30 دقيقة 30 minutes watching TV. هي أصلا معهاش 30 دقيقة، معهاش إلا 20 minutes، يبقى 20 minutes المفروض إنها تعمل بيهم إيه؟ study يعني تذاكر بيهم. يبقى هي كده عملت management للتايم، يعني time management يعني اتحكمت وعملت إدارة في وقتها، يعني هي اللي اتحكمت في الوقت بتاعها ما خلتش وقتها يضيع. تمام كده؟